السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي صنعة وهمة. وما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نحضر معاكم طاكوس درتها غير في المنزل، خرج علامة. هنا غادي نبداو بلا بات تاع الطاكوس تاع التورتيلا. راني ديت هنايا كاس معمر مليح تاع الماء ودرت فيه 2 مغارف نتاع اللحظة، الحليب غبرة يعني، وزدت له رشه تاع الملح. وراني نخلط في كل مره نخلط شويه. هنا زدت له 2 مغارف تاع الزيت، 2 مغارف كبار تاع الزيت. عاود حركت شويه وغادي نزيد له شويه نتاع غير نص مغرفه تاع خماره تاع الكاطو. وهنا راني ديت الفرينه. هنا الفرينه على حساب الخليط نتاعي، نغربلها باش تجي مليحه. ونخلط كل مره نحرك ونزيد الفرينه حتى تلتم لي العجينه نتاعي. الطاكوس تاعي تعرفوا خرج روعه، الحق خرج روعه. وخرج الطبقات تاعو رقيقه كيما اللي ينباع برا واحسن. انا غادي نواصل، انا غادي نستعمل يدي باش نلم العجينه. هنا تقعدوا تزيدوا الفرينه على حساب العجينه نتاعكم. المهم العجينه اللي قلها تلتم مليح وتجي شغل قريب قاصحه، ما تجيش طريه. انا غادي نزيد نضيف الفرينه. وهنا العجينه تاعي راكم تشوفوها هي قصاحت، بدات تلتم معايا وقصاحت. هنا بعد ما لميتها غادي ندلكها شويه، نديرها على سطح العمل وندلكها شويه. ما تدلكيهاش بزاف يعني، غير شويه قد ما تلميها. وانا ما تحتاج لا تختمر لا والو، غادي تمتم نبداو نخدموا فيها. هنا بعد ما لميتها مليح، شوفوا القوام تاعها كيفاش جا داير. شوفوا ما جاتش طريه بزاف، جات شاده روحها بصح طريه، ماشي قاصحه عاود بزاف. المهم هنا غادي نديرها كي الحربوش كيما هكا، وغادي نقطعها الى قطع صغيره. هنا انا هاد القطعه، هاد الكميه تخرج لي 12 حبه كبيره. انا قطعتهم هنايا الى قطع على حساب 12 حبه كبيره. تابعوا معايا. وهنا غادي نلمهم هكا شويه، نلمهم وهنا نحطهم فوق البوطاجي هكا، نلمهم نكورهم بيديا ونحطهم على سطح العمل ونخليهم يريحوا الوقت اللي نوجد فيه المقله نتاعي. هنا هي خرجت لي 12 حبه، بصح من بعد درت في رايي قلت على ما نديرهش طاكوس صغير، وليت هاد الحبات وليت عاود قسمتهم على 2، يعني خرج لي 24 حبه صغيره. انا غادي نبدا معاكم. بديت نحله وغادي نحله رقيق رقيق بزاف. شوفوا معايا، هي يدي قريب تبان من تحت. وهنا المقله نتاعي راني درتها تسخن. وهنا كي تسخن المقله ما نخليهاش مجهده، نديرها على نار متوسطه، ماشي منقصه وماشي مجهده. والورقه نتاعي تاع الطاكوس غير نحطها نعاود نقلبها تمتم، كل خطره نقلبها كل خطره نقلبها، ما نخليهاش تقعد بزاف. ودوك تشوفوا غادي تبدا تنتفخ معايا. هنا كي تبدا دير هاد الفقاعات تعرفوا بلي راهي عندكم ناجحه. في كل مره نقلبها. شوف كي دير الفقاعات هنا عرفوا بلي راهي ناجحه. هنايا تمتم نديرها في سربيته ونغطيها بساشي باش تقعد رطبه. نشوفوا معايا الحبه تاعنا ما تتكسر ما والو، تخرج ما شاء الله. هنا غادي نمروا للحشو. هنا درت حشو سبيسيال هاد الخطره. درت الجزر، رابيت الجزر وغادي نديره في المقله يتقلى، ونزيد عليه شويه تاع البصل الابيض هذا والله يجي هايل في الحشوات. انا غادي دائما نواصل نقلي. كنت درت شويه تاع الزيت قبل في المقله، وهنايا زدت الجزر وزدت عليه شويه بصل، وغادي نزيد الملح على حسب الذوق، ونزيد شويه فلفل اسود، شويه سكينجبير، وشويه كمون. الكمون يمد فوحه شابه وزيد صحي. هنا بعد ما غادي نخلي هاد الجزر تاعي يتقلى مليح، غادي نمر نجيب الكابويه الخضراء. الكابويه الخضراء هي تاني غادي نربيها
ونعاود نزيدها على الجزر نتاعي ونخليها طيب حتى يهود لي مليح هذاك الجزر والكابويه مع بعض. هنا غادي نغلق عليهم ونخليهم يزيدوا يتقلاو على خاطرهم. هنايا النار راهي متوسطه، عاود نقص لهم وخليتهم حتى هود لي داك الجزر. من جهه واحده اخرى انا كنت ديت، كان عندي لحم البط، بصح تقدري تستعملي الدجاج غير كيف انا مدا كان عندي البط استعملت هاد الخطره جا ذوق رائع. لحم البط يجي اللون تاعه يجي مايل الحموريه، يجي داير كيما اللحم تاع الغنمي. هنايا راني ديتها طيبتها في الكوكوط، درتها لمده ساعه، درت عليها غير حبه تاع البصل وحبه تاع الطماطم، ما حكيتهم ما والو كيما راهم، ودرت عليها شويه تاع الثوم وشويه تاع الملح وفلفل اسود، وبلات عليها لمده ساعه. كي طابت يعني شتوني ما كثرت لهاش مام بالماء باش تحتفظ بكميه تاع الماء قليله. وفتت هذاك البط نتاعي وراني زدته على الجزر، ومن بعد زدت عليه هذاك المرق نتاعو. وهنايا زدت شويه تاع لا كريم فريش، وزدت عليه هنا شوفوا الفرماج اللي عندكم تزيدوا تحطوه تشوفوا تجي واحد البنه هايله ما عندي ما نقول لكم. راني ديت قطعه تاع الفرماج زدتهم، وزدت فرماج مبشور هذا تاع البيتزا. شو ديجا بدات تتعلق معايا، شو تجي واحد البنه صراحه رائعه. ويجي الطاكوس نتاعنا يجي من الداخل مشمخ يايا ويجي ما ينشفش، يقعد مشمخ من الداخل ويجي بنين بنين. غادي نخليه يغلي، وهنا غادي نزيد له الجبن تاع الهامبرغر. هذاك ثاني يزيد يعطيه واحد التعليكه شاب. انا هذاك ما بغيتش ندير كل حبه وحدها، يعني تقدري تستعمليه كي تحلي الحبه تاع الطاكوس تفرشيها من تحت عاد وتحطي عليها هذا الحشو نتاعنا. كيما انا بغيت عاود فضلت قلت لا نديره مع الحشو خطره واحده ونخلطه، جا بنين جا رائع. هنا غادي نمر معكم المقله نتاعي، راني درتها تسخن وجبت الحبه نتاع التورتيلا نتاعي وراني وضعت فيها الحشو لداخل وطويتها على شكل مثلثات كيما هكا، يعني الشكل كيما تحبيه، هذه يعني كل واحد والابداع نتاعو. ودرت شويه تاع الزبده درتها في المقله باش يتحمر لنا ويجي شباب. وانا حاولت هكا توركي عليه شويه من الفوق باش يعطيك باش يدير هذوك الخطوط ويجي اللون تاعو شباب. وها هو الطاكوس نتاعنا راه وجد بالصحه والراحه، والبنه اللي جات فيه هايله خواتاتي والله الا هايله. ما بقى لي غير نقول لكم الا مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وديروا لايك باش يوصلوكم الفيديوهات نتاعي. وما بقى لي غير نقول لكم بالسلامه الى الحلقه القادمه ان شاء الله.